إن الموت هو الحقيقة الكبرى في هذه الدنيا الفانية، فقد كتب الله تعالى الموت على كل شيء، فالله تعالى وحده لا يموت، فهو الأول والآخر والحي القيوم. ولو كان هناك أحد من خلقه لا يموت لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا، ولكن الله تعالى قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصحابة دفنه 3 أيام، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: 3 يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفءا. فلماذا تم تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: إن لهذا التأخير أسباب كثيرة، منها تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتركوه ساعة بعد وفاته حتى تتنزل الملائكة وتصلي عليه، وأيضا حتى يأتي المسلمون لكي يصلوا عليه، وكان العدد كثيرا، فكان يدخل كل جماعة لوحدهم يصلون على النبي من كثرة العدد. وأيضا تم تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لانشغال المسلمين بمبايعة الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كانت هناك فتنة بين المسلمين في اختيار الخليفة، هل من قريش أم من المدينة؟ والله تعالى وفق المسلمين لمبايعة أبي بكر ونجى المسلمين من تلك الفتنة. واختيار الخليفة كانت وصية من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، فهذه بعض الأسباب لتأخير دفن الجسد الشريف الطاهر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم لا تحرمنا رؤيته ولا تحرمنا شفاعته واحشرنا معه يوم القيامة.